يا صباح الفل عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله دايما بخير وصحة وهنا وراحة بال. فيديو جديد وفيديو قمر وفيديو عسل وصباح النشاط، صباح الحيوية، صباح العسل عليك يا قمر. النهارده يلا بقى نشجع بعض. قلت بقى ايه، هنذبح بقى شوية الفراخ عندي البلدي دي اللي عجزت معايا، بس انا ركبت على في الاول. زي ما بقولك انا ما اذبحش حاجه لولا ما اعرف ان ايه، ببدا احللها الاول ايه واشوف الاوزان، لو وزنها معايا مش تقيل ببدا ايه على طول. دول بس اللي معايا هم، اللهم بارك. مش عارفه 7 فرخات ولا كده ولا 5، والله ذبحت التقال قوي. بس ده اللي عندي. ايه رايك بقى في المطبخ؟ انا عارفه ان هو ضيق، ربنا يوسع علينا وعلى الامه الاسلاميه كلها، بس يلا حاجه كده على المشي. يلا اهو ادي اول واحده، 3 4 5 يا جماعة. أنا ما أكذبش عليكم والله العظيم ما كنت أعرف كام، عديتهم معايا في الفيديو. طيب هنعمل إيه بقى؟ هبدأ إن أنا أسلقهم، والمية بتاعتنا أهي، وأبدأ أخزنهم بقى في الفريزر. طبعا متابع معايا الفيديوهات عارف الكلام ده أهو. اللهم صل على النبي. أهو شايفين أوزان بقى وأحجام. بس عايزة أقولكم على حاجة، صدقيني ندمت بعد ما أنا خلصت عليهم. تمام. كده هخلصهم وانضفهم كويس واحطهم في الفريزر. عندي بقى شويه الحمام دي اهو، زي ما شايفاهم بيزغط بعض اهو. بسم الله تبارك الله، المنظر ده يعني حاجه جميله جدا. انا بحب اشوف المناظر دي صدقيني. طبعا الحمام ده بربيه عند الحاجه الله يديها الصحه اهو. طبعا اللهم صل على النبي، عندنا الغلة والحمد لله كل سنة. وهبدأ ان انا المحصول برضو هندخل غلة وابدأ اصورها معاكم ان شاء الله، واوريكم طريقة حصاد الذرة الغلة القمح ان شاء الله. طيب بص القمر دي برضو، انا دي برضو جايباها من فوق السطح. طب انت جنيتي؟ لا انا ما جنيتش، انا بس الحاجة اللي بتسخن معاي ببدأ احطها على السطح، احطها في الفريزر على طول. بصوا ده بلدي يا جماعة، بصوا الاحجام ايه، تبارك الله ما شاء الله اهو. بص علينا كتاجر اهو. ده بقى الخل والليمون والدقيق كنت غسلاه بيه اهو. حط بقى ايه في التلاجة. طيب انا عايزه، مش هبقى عندي زفارة يا جماعة، صلى على النبي. الزفارة دي عشان يبقى مش زفرة، حطي في التلاجة، حطيها في التلاجة بالليمونة بعد ما تغسليها بدقيق وليمون ومية بشوية خل. عندي قرنين فلفل اخضر، هنبدأ ان شاء الله بإذن الله الكبد والقوانص، وتضربهم مع الكبد والقوانص شطة خضرا وبصل وتوم، واحط في التلاجة. عايزة تعملي بشاميل، عايز تعملي رقاق، حتة لحمة من الجزار مع الكبد والقوانص دي كأنك انت عاملة لحمة. تمام اهو. اللهم صل على النبي اهو، تطير تحت اهو. اللهم صل على النبي اهو. وجبت شوية وز اهو في الكفاية دي. تمام. في شوية رز. اللهم صل على النبي. حط بقى حباية الرز دي وان شاء الله بإذن الله كله ايه خير. اللهم صل على النبي. حطها بقى ايه لشوية الطيور. ايه رأيك بقى في القمر ده اهو؟ على عينك يا تاجر، كل احنا يا تاجر، ما بخبيش حاجة منكم. اه جبت تجارتي بقى، كانت بتساعدني عشان هي كنا طالعين برضو ايه في حاجات هنخلص عليها ان شاء الله بإذن الله اهو. كل سنة وانتم طيبين يا رب، عيد سعيد عليكي وعلى الأمة الإسلامية وعلى كل حاجة إن شاء الله. نحطها بقى للديوك بتاعتي أهي. اللهم صل على النبي. تربية بيتي بجيب الحاجة من هي صغيرة، من عمر 10 أيام وتبقى عسل. بصوا أهو يا جماعة، اللهم صل على النبي. إيه رأيكم في تربيتي؟ كبر بسم الله تبارك الله أهو. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. نقفل عليهم، نشوف بقى ورانا ايه. معانا حاجات كتيرة النهاردة بإذن الله. وطبعا خلصنا وهنأكل بقى شوية الديوك دي عشان بإذن الله نجيبهم برضو معانا. ويا رب كده تكوني استفدتي من الفيديو وتكوني بستفدنا حاجات حلوة. وكومنت ولايك يا غالي، وإن شاء الله بإذن الله انتظريني في حاجات أحسن من كده مع قناتنا وعاتي مع طيور بيتي. هتستفيدي بحاجات حلوة وحاجات قمر يا قمر. قولي لي بقى والاسعار ايه عندك في الطيور. وهننزل بقى بالبورصة وان شاء الله باذن الله هنقول ده سعر ايه وده سعره كام وده سعره كام.
إن شاء الله بإذن الله كل حاجة على عينك يا تاجر، مش هنبخل عليكم. يلا بقى كومنت ولايك، قوليلي عيش ايه رأيك فيه، ويا رب كده العيش خمران اهو زي العسل. كان معايا خبيز، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. على العيش بتاعي حاجة عسل عسل عسل. تمام، يا رب كده فيديو، باي.